جرح صغير في إيدك نسيته وعدى عليه كام يوم، فجأة تحس إن عضلات وشك بتشد ومش قادر تفتح بقك كويس، وجسمك كله يبدأ يتقلص بشكل غريب. هنا لازم تعرف إنك مش بتتعامل مع جرح عادي، دي علامة ممكن تكون لتيتانوس أو زي ما بيتقال عليه مرض التشنجات العصبية. المرض ده بيحصل بسبب نوع من البكتيريا اسمها كوليستريديوم تيتاناي. البكتيريا دي بتعيش في التراب والغبار ومخلفات الحيوانات، وأول ما تدخل جسمك من خلال جرح، خصوصا لو الجرح مش نظيف، بتفرز سم بيهاجم الأعصاب وبيخلي العضلات تتشنج بقوة، وعشان كده بنسميها كمان المرض اللي بيقفل الفك، لوك جو. رغم إن التطعيم قلل الحالات جدا، لسه كل سنة بيحصل إصابات في دول كتير، خصوصا عند الناس اللي مبياخدوش التطعيم. سنة 2021 كان في أكتر من 17 ألف حالة تيتانوس بين الأطفال حول العالم، وحتى في مصر لسه بيظهر عند اللي بيتصاب بجروح ومهتموش إنهم يطهروا أو ياخدوا اللقاح. طيب مين أكتر ناس معرضة؟ الأطفال الصغيرين اللي أمهاتهم مش مطعمين، كمان الكبار اللي فات عليهم سنين من غير ما يجددوا اللقاح، وأي حد بيتعامل مع الحديد أو الأرض أو الأدوات الملوثة. الوقاية أسهل مما تتخيل، خد تطعيم التيتانوس اللي بيكون ضمن تطعيمات الطفولة، وبعد كل فترة بتاخد جرعة تجديد بسيطة. ولو تعورت جرح عميق أو مش نظيف لازم تروح مستشفى فورا تاخد حقنة مضادة للتيتانوس، ونضف أي جرح كويس جدا بمطهر حتى لو شايفه صغير. معلومة طبية واحدة ممكن تنقذ حياتك: الإصابة بالتيتانوس ما بتديش مناعة، حتى لو جالك قبل كده ممكن يجيلك تاني لو مخدتش اللقاح. حياتك ممكن تتغير من جرح بسيط، بس وعيك هو اللي بيحميك. قبل ما تطلع من الفيديو اسأل نفسك، لو اتعورت النهاردة عارف تعمل ايه؟ شارك المعلومة دي، يمكن تكون سبب في ان حد تاني يعيش. والسلام عليكم.